السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير، والديكم وصحتكم ووليداتكم يكونوا كامل بخير. على بالي بلي كامل عينا من الكوزينه وماذا بينا نطيبوا غير الحاجه الخفيفه نكملوها في وقت قصير. ومادام رانا في وقت الجلبانه جيتكم بوصفه كغاتان جلبانه تجي ما شاء الله بنينه وخفيفه مع عصير موخيطو المنعش. وصفه ننصحكم انكم تجربوها. الكغاته هذه تاع الجلبانه تجي ما شاء الله، تجي بنينه وتجي حاكمه روحها، يعني الصوره راهي تحكي. نبداو في مقادير الوصفه. مقادير بسيطه كامل نلقاوها في الدار. بالنسبه للمقادير عندي حبه بصل صغيره يعني متوسطه، عندي قليت هنايا حبات بطاطا درتهم اون بتي دي، كما تقدري ديريهم طوال وتقدري ديريهم مدورين. عندي جلبانه اللي طيبتها، تقدري تفوريها كما تقدري ديريها في الطنجره طيب. عندي زوج حبات فلفل احمر يعطي مذاق بزاف بنين للوصفه، وعندي كميه من لافيونداشي كما تقدري ديري صدر تاع الدجاج. عندي الزيت، نستعمل ملح في الكحل ونستعمل راس الحانوت. نبداو على بركه الله، بسم الله. نجيب مقله ولا جيبي طنجره صغيره ندير فيها كميه من الزيت. ندير البصل يتقلى. البصل قطعته هنايا اون بتي دي، يعني مربعات صغار، قطعته بالموس وبيدي، ماشي لازم ديريه في الروبو. نخليه يذبال، نغطي عليه شويه. كي نشوفوا ذبال نبدا ندير في المكونات الاخرى. بعد ما ذبلته شويه دوكا نضيف الفلفل الاحمر. هنا كانوا عندي زوج حبات متوسطين في الحجم، قطعتهم ثاني مربعات صغار وضفتهم، راح يضيفوا بنه هايله لهذه الكغاتان. كما نعرفوا في الاحمر يعني يطلق هذيك البنه الحلوه. ثاني كنخليه يذبل شويه مع البصل مده قصيره ما يطولش بزاف. ونضيف الكميه تاع لافيونداشي، كميه قليله، ماشي لازم تكون عندك كميه كبيره، حنا نحوسوا على البنه هذا مكان. وبعد ما امتزج اللحم مع البصل والفلفل نبدا ندير في التوابل. كما نعرفوا الفيونداشي بالخف ما تطولش في الطياب. ندير شويه ملح، ندير ثاني فلفل كحل، وندير كميه شويه من راس الحانوت. من بعد نضيف الجلبانه اللي كنت درتها طيب في طنجره، ديرلها الماء هذا ما كنمدي لها حتى حاجه، حطيب لك بالخف. نديرها نخلطها مع المكونات ونغطي عليها ونخليها قيس 2 دقائق تقريبا ولا دقيقه حتى النكهات كامل يمتزجوا مع بعضهم من بعض. ونقص للنار في هذا الوقت. من بعد نضيف قطعه صغيره تاع فخوماج، ونضيف البطاطا المقليه اللي كنت قطعتها مربعات وقليتها، نضيفها للمكونات. عفوا البطاطا اللي كنت قليتها، ماشي بطاطا مقليه اللي قليتها، البطاطا اللي قطعتها مربعات وقليتها ضفتها للمكونات. هذه اخر مرحله. نطفي على النار ونديروا
لاباري اللي نديروها في هذه الخلطة. هنا استعملت 2 حبات بيض، هي مع التالي كامل درت 3 حبات بيض، بصح في الاول شفت الكميه اللي تناسب مع الكراتا اللي درته مع الخضار اللي كنت راح نديرهم. احكمت 2 حبات بيض، درت قدامي كاس تاع حليب وبديت نسيي. المهم هنا من هذا الكاس خليت ثلث، يعني درت 2 على 3 وخليت الثلث، يعني خليت تقريبا فوق الربع من هذا الكاس. ندير ملح، شويه ملح ماشي بزاف، شويه فل الكحل، وندير جوزة الطيب، يعني رشه هنا من فل الكحل، وندير ثاني تقريبا رشه من جوزة الطيب. جوزة الطيب ما لازمش تكثري منها بزاف في الطياب، يعني نديرو حاجه خفيفه، هي الذوق تاعها يجي شويه قاطع. كيما اللي يكون عندها لا كريم فريش الخاصه بالطبخ ديرها، واللي ما عندهاش عادي الحليب يعوضها ويجي ما شاء الله. جبت كامل الخضره اللي طيبتها، درتها في مول بلا ما تدهنيه، ديجا هذه الخضره راهي فيها الزيت، يعني راهي مزيته. هذا المول فيه 20 على 20. درت كامل المكونات ودرت لاباغي اللي استعملتها اللي فيها البيض والحليب. من بعد هذه الكميه تاع البيض والحليب ما كفاتنيش، زدت جبت حبه بيض وكملت هذيك الكميه تاع الحليب اللي بقات لي تقريبا فوق ربع، يعني انا استعملت 2 على 3، بقى لي 1 على 3. هذاك 1 على 3 كملته مع حبه بيض واحده اخرى، يعني يسمى هذا المول تاع 20 على 20 استعملت فيه في الاصل 3 حبات بيض وكاس حليب. الكاس هذا اللي كاين كامل في البيوت الجزائريه. لازم هذا الخليط يوصل كامل السطح تاع الخضار اللي استعملتهم باش تجينا طبقه شابه وتشهي. كما نعرفوا كامل الماكله نتشهوها بعينينا قبل ما نذوقوها، والماكله البينه تبان في الشكل تاعها. دوكا ندير من الفوق فخوماج غابي، انا استعملت كرويير، ندير كامل في الطبقه تاع المول وندخلها في فرن يكون مسخن من قبل على درجه 180 تقريبا. ما تخليهاش تبطى بزاف سينو راح تنشف لك. كي تشوفيها حكمت روحها دخلي موس، كي تشوفي المكونات حكموا روحهم هذاك الليكيد ولا ناشف نحيها. اذا ما حمرتلكش من الفوق شعلي لها من الفوق، كي تحمر تدي لون دوغي نحيها. يعني كل حاجه راهي طايبه، ماهيش راح اطولك بزاف في الفوق، يا ربي 5 دقائق ولا 7 دقائق. نروحوا لوصفه مخيطو. هنا عندي كاس عصير الليمون يكون مقلاصي، عندي اوراق تاع النعناع وعندي سكر. هنا استعملت سكر هي الوصفه الاصليه بالسكر الابيض، كان عندي سكر بني استعملت سكر بني. نبداو في المقادير. جيبي طاس تاع الربو اللي ديري فيه المكونات، درت كاس تاع عصير الليمون، هنا كانت عندي حجره تاع ليمون قطعتها بالموس يعني باش الربو يدور مليح، ودرت كاس غير ربع سكر. هي الوصفه الاصليه فيها كاس عصير الليمون مع كاس سكر، انا نقصت شويه سكر. اللي تحب دير الوصفه الاصليه دير كاس سكر دير، واللي تحب تنقص فيه المذاق تاع السكر اتنقص، يعني الذوق دائما يرجع لك. درت 7 ورقات نعناع، وكما قلت لكم من قبل السكر درت كاس غير ربع، وهي في الاصل كاس سكر، وانتي حره في الكميه اللي ديريها. والسكر اللي بقى لي في الكاس ضفت عليه كميه تاع الماء قيس نص كاس هكذاك، هنايا نص كاس تعمر، وضفته للخليط ونطحن كلش مع بعضهم البعض. في الاول اكتفي بهذه الكميه تاع الماء باش هذاك النعناع
يمتزج لك مليح مع المكونات وما يبقاش حبيبات. كي نشوفوا باللي نطحن مليح ندير ربع كيسان من نفس الكاس، يعني تقريبا تجيك ريتله في هذا الجو. الكاس الثاني، الثالث، الرابع. سما درت ربع كيسان مع نص كاس ريتله. واللي تحب المذاق تاعو يكون قاطع اكثر دير يعني تنقص من هذيك الريتله كاس، وزيدي خلط شويه باش المكونات تمتزج مع بعضها البعض. بالنسبه لهذيك الرغوه، هذيك لاموس دلاله على انه الجو نجح لك، يعني عصير المخيطو تجي فيه هذيك لاموس. وصفه منعشه، سورتو كي تاكلي وصفه وجبه تكون شويه فيها لدام، ننصحكم انكم تجربوه. وصلنا لنهايه لا فيديو. هذا هو عصير المخيطو بعد ما وجدته، شهيتكم في الجنه. نتمنى انكم تجربوه. نتمنى ثاني تجربوا وصفه غاتا الجلبانه، رانا في وقت الجلبانه، اغتنموا الفرصه. وصفه تجي خفيفه بنينه وراح يحبوها ولادكم، يعني هذه الوصفه ياكلوها الاطفال. وختمت قدمت الوجبه تاعي بخبز الكوشة. كاش مره نبارطاجي معكم الوصفه تجي ما شاء الله اي مبتدئه راح تنجح فيه. نديرها لكم ان شاء الله بمقادير مضبوطه، ان شاء الله تجربوا كامل الوصفات اللي قدمتهم. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى مع فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.